أهلا بحضراتكم في بودكاست الصالون مع طارق عبد العزيز. أهلا بحضراتكم. هنكمل إن شاء الله النهاردة موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن الدموع وعلاقتها بالإنسان. النهاردة هنتكلم على المجتمع بيتعامل إزاي مع البكاء. هل هو عيب ولا الموضوع عادي؟ زي ما قلت قبل كده إن الدموع مش جريمة، لكن للأسف المجتمع ساعات بيحكم على الإنسان من عينيه قبل قلبه. ساعات لما بيتعامل مع الرجل أو الست لما بيبقوا في موقف معين وعاوزين يعبروا عن مشاعرهم، فبالتالي بيبكوا. فالمجتمعات ساعات بتتكلم عن الموضوع دون بطريقة فيها نوع من الكبرياء شوية على المشاعر. في مجتمعات كتير بتزرع في دماغ الرجالة من صغرهم إن الراجل ما يعيطش، يقولوا أنت راجل ما تعيطش، أو الراجل يبقى جامد، أو الدموع ضعف مش للرجالة. بس الحقيقة الراجل بني آدم عنده مشاعر وعنده قلب وعنده لحظات بيضعف فيها، ولو كتم دموعه بيكتم معاها إنسانيته. في رجالة لما يتوجعوا يعيطوا في السر، يستخبوا عشان الناس ما تشوفش. بس ليه؟ إن هم بس بيعيطوا، لأن في المجتمع في قناعة إن الراجل لو عيط يبقى نقص في رجولته. وعلى النقيض الست لما تعيط يقولوا إنها بتتمسكن. الست كمان مش دايما المجتمع بيحن عليها لما تعيط، أوقات يقولوا دي الست بتستعطف اللي قدامها، بتتمسكن علشان تكسب التعاطف، مشكلتها إنها عاطفية زيادة. لكن المجتمع يمكن نسي إن الست دي كمان بني آدم. الست مش طول الوقت دموعها وسيلة ضغط، ومش كل مرة تدمع بتبقى بتمثل. الدموع مش تبع نوع، يعني مش تبع الرجل أو الست، لا، الدموع دي بتاعت الإنسان من الطفولة. وهم بيقولوا للولد ما تعيطش يا جبان، عيب كده، ما تبقاش زي البنات. فالولد بيطلع كاتم مشاعره. يقولوا للبنت اسكتي، العياط مش هيحل مشكلتك. يقولوا لها مثلا بلاش دموع التماسيح. فالولاد كبروا وفاكرين ان العياط غلط، وان العياط ضعف، وان الشخص يتكسف لما يفضفض. النتيجة بتبقى عكسية، بيبقى فيه كبت مشاعر وكبت أحاسيس. الناس كمان بتبقى في الوقت دون بيتولد عندها حاجة مش عارفة بيها انها تعبر، مش عارفة انها تطلع اللي جواها. السموم النفسية اللي اتكونت جواها مش عارفة تفرزها ومش عارفة تطلعها، تتخلص منها. احنا محتاجين ان المجتمع يعيد تفكيره، يتعلم من جديد ان الراجل ممكن يعيط وبرضه هو راجل، والست ممكن تدمع وتكون اقوى من 1000 واحد، وان العياط مش دايما ضعف، اوقات بيكون نقاء، تنقية، فلتر. العياط مش فضيحة، بالعكس ده العياط فضفضة. لازم المجتمع يبص ان كل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده همومه، والوسيلة الوحيدة اللي يقدر ان هو يتكلم فيها بدون صوت هي الدموع، وممكن بيلاقي فيها راحة نفسية أكبر. ساعد غيرك لو لقيته بيعيط، اقف جنبه، ما تلوموش ولا تكسفه ولا تضحك عليه، اسمعه، يعني حس بيه، طبطب عليه، وافتكر انك في يوم ممكن تكون مكانه. الدموع لازم تكون وسيلة ان احنا نتخلص بيها من سمومنا النفسية. ان شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من الصالون مع طارق عبد العزيز.